السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم معكم واحد الدسر اللي كيجي اكثر من رائع وكيوجد بالزربه في دقائق، ما كياخذش وقت بزاف. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنايا 30 غرام ديال سنيده، 20 غرام ديال الفورص، دقيق الفورص اللي كيكون ديال الحلويات، وعندي 20 غرام مايزينا، بيضه، هاد الساشي ديال فاني، 500 مليلتر ديال الحليب، 60 غرام ديال الزبده، عندي هنا 100 غرام ديال الشوكولا اللي ذوبتها من قبل، 90 غرام ديال الكريمه خاصه بالحلويات، عندي 50 غرام ديال اللوز اللي هرمشته وخليته بحال هكا صحيح وديجا قليته صافي. وعندي هنايا دي بسكوي على هذا الشكل هذا. كنت باغا نستعمل البسكوي اللي كيكون ماغون بزاف اللي بالكاكاو، بالحق ما لقيتوش استعملت هذا. نتوما الا كان متوفر عندكم تقدروا ديروه، كيجي احسن، كيعطي داك اللون ديالو ماغون مع هذا الديسير هذا كيجي زوين. نبداو على بركه الله الطريقه. بسم الله. عندي هنايا كاسرونه غادي نهرس فيها بيضه، غنضيف 30 غرام ديال السنيده، غادي نخلط هاد المكونين مزيان حتى تذوب ليا سنيده مزيان. غادي نضيف الفورص، دائما مع التحريك. غنضيف مايزينا 20 غرام، صافي. كيف كتشوفوا معايا حركت مزيان هذاك البيض مع سنيده والدقيق ومايزينا حتى حصلت على هذا القوام هذا اللي كيكون رطب كريمي، ما يبقاوش فيه حتى شي كويرات. دابا غادي نضيف الحليب، ولكن ما غاديش نضيفه كامل في دقه واحده، غادي نضيف تدريجيا ونبدا نحرك شويه بشويه. تقريبا ندير 3 دفعات او 4 دفعات. حتى كيندمج ليا الخليط مزيان. وغادي نديرو دابا فوق البوطه على عافيه مهيله مع التحريك المستمر ضروري حتى يعقد ليا شويه. صافي كيف كتشوفوا معايا انا درتو على نار مهيله، وغادي نبقى نستمر في التحريك حتى نحصل على القوام اللي انا بغيت. كتلاحظوا معايا هو بدا كيعقد شويه.
صافي كيف ما قلت لكم كنبقى نستمر دائما في التحريك باش ما يتحرقش ليا تحت. صافي غنحصل على هذا القوام هذا اللي بغيت كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف الزبده، نحرك مزيان حتى تذوب ليا. صافي من بعد ما دابت الزبده غادي نزيد ساشي ديال فاني ونحرك مزيان ونتلاقاو باش نشوفوا الطريقه ديال الدريساج. صافي كيف كتشوفوا معايا هنا غادي ناخذ واحد المول اللي يكون ما يكونش كبير بزاف على حسب الكميه ديال القدر اللي عندنا، يكون غير متوسط كيف كتشوفوا. غادي نلبسو البلاستيك الغذائي على هاد الطريقه هذه، لبسوه من الداخل باش منين نبغيو نقلبوا الديسير ديالنا ما يجيناش صغير. صافي كيف ما كتشوفوا معايا على هاد الطريقه هذه نلبسوا القاع ديالو بحال هكا، نحاولوا نضغطوه مزيان نبقاو لينا هاد الجوانب شايطين. غادي نخوي واحد كميه ديال لا كريم اللي صايبت، نحاول نبسطها على القاع ديال المول. غادي نستف البسكويت ديالي صافي تنكمل الكميه اللي عندي. صافي كيف كتشوفوا معايا درت الطبقه ديال البسكويت وحاولت نعمر هذوك الفراغات اللي كيبقاو في الجناب. قطعت البسكويت على الشكل ديال البلاصه اللي كتبقى خاويه. غادي ندير طبقه اخرى ديال لا كريم وغادي نبسطها بشكل متساوي بنفس الطريقه. غادي ندير البسكويت طبقه اخرى صافي. غادي ندير طبقه ديال لا كريم سمحوا لينا على هذا الصوت اللي كتسمعوا، راه كاين شي اصلاحات هنايا حدايا وكيتسمع الصوت هنا في الدار، كنعتذر. كيف كتشوفوا معايا هنايا راه غنبسط هاد الطبقه، هذه الطبقه الاخرى ديال لا كريم، وغادي ندير البسكويت هو اللي غيكون كطبقه اخيره. المهم لا كريم درت 3 ديال الطبقات والبسكويت هو اللي غادي يكون كطبقه اخيره. صافي نديرو البسكويت صافي. كيف كتشوفوا معايا استفدت الطبقه الاخيره ديال البسكويت، غادي نغطيها مزيان وندخلها للثلاجه، ماشي المجمد غير الثلاجه، نخليها حتى تشد في راسها مزيان مزيان، عاد نخرجها ونزينها. انا غادي نشوف معكم دابا الخليط اللي غادي نزينها به، نتلاقاو نشوفوا الطريقه ديال التزيين. هو الديسير ديالي بعد ما خرجته من الثلاجه، بعد ما تماسك واحد شويه. الا كنتو زربانين تقدروا ديروه في الكونجيلاتور واحد شويه، الا كنتو مزروبين به كان عندكم الوقت تقدروا تحطوه في الثلاجه حتى وكان يتشد في راسو. دابا غادي نقدمو في طبق التقديم. نحاول نقلبو
نقلبوا على هذا الشكل هذا. صافي كنزول هذاك البلاستيك وكنزينوه بهذاك الشوكولا واللوز ولا كريم اللي حضرت قبيله معكم. صافي كنبسطوا على هذه الطريقه هذه، نحاولوا نهبطوا شويه من الجوانب، يجي الشكل ديالو عشوائي ماشي نقادوه كاع 100%. كيجي المنظر ديالو هكا زوين. صافي كيف كتشوفوا معايا زينته بهذه الطريقه هذه، ودابا غادي ندخلو للثلاجه حتى يتماسك هذاك الشوكولا واللوز، عاد نقدموه. اي فوالا، بعد ما تماسك ليا الديسير ديالي في الثلاجه والشوكولاط كيف كتشوفوا مجمد، هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي على هذا الشكل هذا. فوالا كيفاش كيجي طبقات، وكيجي مويلو، كيجي رائع لا في المذاق ولا في المنظر. فريمون كيستحق التجربه، انا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم. الوصفه ديال اليوم وصلت النهايه ديالها، كنتمنى تكون عجباتكم وتجربوها، اكيد غادي تعجبكم الا جربتوها. وما تنسونيش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير، اللي عندها شي سؤال مرحبا. كنقول لكم بالصحه والراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.